السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم قناة منوعات صورة 7 سيستم. هنبقى النهاردة مع بعض في مول كبير اسمه بلازا بلازا آه، بوارس بلازا، معلش، بوارس بلازا. ده في منطقة اسمها العزازية بالسعودية. طبعا أنا الحمد لله ربنا أكرمني ورحت حجيت. فده أنا كنت بلف في بلازا. كنت بتفرج على شوية هدايا لأحفادي وابني ومرات ابني، فحبيت أوريكم معانا مع بعض شوية مجموعات. يعني أنا ما قدرتش ألف على الملك كله، لأن اللهم صل وسلم كبير جدا، فهنتفرج مع بعض على حاجات بسيطة. منها دي غيارات بتبقى عبارة عن 4 أو 5 غيارات داخلية في كيس واحد. هنبقى مع بعض وهنتفرج مع بعض. دي شوية بلوزات برضو حلوة. صح أنا بصور باستعجال لأن أنا كانت دراعي وجعني، فصعب جدا إن أنا ماسكة الموبايل واحد. ودينا مع بعض هنتفرج على شوية بلوزات وشوية موديلات حلوة جدا. هدينا مع بعض في المحل، ايه رأيكم؟ تحب أسيبكم تتفرجوا وحديكم ولا أشرح معاكم؟ طيب خليني أشرح معاكم. هنا دي شوية بنطلونات شيك جدا، سيدات. في بنطلونات بتبقى واسعة، وفي بنطلونات بتبقى استرتش، وفي بنطلونات بتبقى ضيقة، وفي بنطلونات يعني نص جيبة. يعني ايه نص جيبة؟ يعني مش واسعة جامدة، يعني وسعة متوسط. وبعد كده ادينا داخلين على قسم الشرابات، اللي هي الشرابات اللي ممكن تلبسيها وانت في الحرم، اللي هي بتتلبس بدل الحذاء. بنلبسها علشان لما نلف في الأرض الحرم ما تبقاش ساقعة جدا علينا. بس أنا من النوع اللي أحب ألف وألف الحرم أو الصفا والمروة بلفها بدون ما ألبس شراب، لأن الأرضية الساقعة مع الجو الحرارة بتطر على الرجل شوية. ايه رأيكم؟ اهدينا مع بعض اهي. ادي مجموعة شرابات، وجنبيها برضو شوية جوانتات السوداء اللي هي للناس المنقبين، جنبيها برضو في نفس القسم ده يعني. يا رب يكون صوتي كويس وعاجبكم ومرتاح له يعني وفاهميني. دي هنا كلها قسم الشرابات دي. كنا احنا معانا ناس بتشتري. فأنا في اليوم ده أنا اشتريت بدلة للحج يعني. اشتريت بنطلون وجاكيت طويل يعني لغاية بعد الركبة وطرحة. ودي شوية طواقي برضو اللي هي البندانات وإيه اللي حابة تلبسيها من فوق. ده قسم كله الشرابات دي. ايه رأيكم؟ شايفين المنظر الجميل ده؟ حاجات حلوة جدا جدا جدا. هي حلوة وفي نفس الوقت أنا لو قارنتها بالثمن اللي عندنا في بلدنا في القاهرة عن الثمن اللي هنا، بصراحة الثمن هنا واسع وغالي جدا جدا، لأن فرق العملة جامد. يعني الجنيه الريال ب5 جنيه، الريال الواحد ب5 جنيه، ففرق العملة شاسع يعني. فما حبيتش اشتري يعني شرابات. أنا بصراحة أنا كل اللي اشتريته الحمد لله في مرة صندل، واشتريت برضو طاقية عشان الحرارة في جبل عرفات. اشتريت بلوزة قطن كده. فده بوريكم برضو الشباشب برضو. أنا كنت جايبة معايا شبشب فما حدش اشتريت شباشب، فحبيت أوريكم الموديلات الشباشب الموجودة بس في السعودية. يعني حبيت أوريكم الحاجات اللي موجودة في المحل اللي هي اللي في العزازية. هي العزازية فيها مجموعة محلات حلوة بصراحة جميلة، وفي محلات بتبقى اللي هي اللي هي فيها تخفيضات برضو. إن شاء الله على الله أخش محل تاني وبرضو أوري. ايه رأيكم؟ دي شباشب رجالة وصنادل رجالة. فبنتي اشترت لكل حفيد ليا اللي هي أبنائها، يعني عبد الرحمن وحمزة ومالك، اشتريت لهم كل واحد صندوق. هنا في ميزة يا جماعة إن هو
ان هو انت بعد ما بتشتري الحاجه بيمسلك الفاتوره اللي بتطلع من جهاز الكمبيوتر وبيدبسها لك في الكيس، في خلال انك انت لو عايزه ترجعي اي شيء موديل معاكي حسيتيه صغير او موديل يعني ما عجبكيش او ما عجبش الشخص اللي مشتريه له، فممكن بترجعيه معاه، تاخدي الفاتورة وتوديها وترجعيها يا بتبدلي يا بترجعيه خالص. يعني أجمل حاجة في السعودية فيها الكلام ده بالفاتورة. انت تاخدي الفاتورة بترجعيك، حتى لو اشتريتي جهاز ولا أي حاجة ايه بترجعي الحاجة. هاي شايفين شكلها حلو ازاي وجميل. طبعا ملهوش نهاية، يعني هما دورين، دور أولاني ودور تاني. احنا في الدور التاني. الدور الأولاني متهيألي كان بيبقى في شنط، مش فاكرة صورت ولا لأ. آه، فا فهشوف اهي. متهيألي الدور الأولاني كان فيه شنط سفر. ايه رأيكم في المنظر الحلو ده؟ شايفين دي شباشب بيتي، يعني ممكن اللي هي بتاعة الحمام يعني في البيت، الشباشب ممكن تلبسيها برضو طرية في انتوا في الحرم برضو. ودي أحذية جزم رجالي، دي كلها دي جزم رجالي. وادي دخلنا على دي كلها ايه أحذية رجالي. ودي شباشب حريمي. شايفين الموديلات الحلوة، الموديلات جميلة بصراحة مالها. ايه رأيكم في الموديلات الجميلة الحلوة دي؟ دي برضو مجموعة من الكوتشات، دي برضو في بناتي وفي ولادي. فاحنا لو قعدنا اتفرجنا، هي بصراحة يعني شامل كل حاجة. هي ما فيهاش أجهزة المول ده كلها ملابس، اللي هي لبس، قمصان، شرابات، أحذية، في شنط سفر، شنط خروج. بس يعني ما فيش أجهزة يعني. ايه رأيكم؟ يا رب ما تكونوش متضايقين، ويا ريت ويا ريت ويا ريت كده تساعدوني كده وتخلوا القناة تكبر بيكم. اللي عجب القناة كده يعمل اشتراك ويدوس على كلمة الجرس ويدوس كلمة الكل، يدوس ايه كلمة الكل. ويا ريت كمان يعمل لايك حلو كده وكومنت كده جميل يشجعنا، ويعمل مشاركة في أي برامج أو فيسبوك أو أي حاجة، يعمل لها مشاركة على صفحته من صفحاته عشان القناة تكبر. وفي نفس الوقت انت هتفيدي اصحابك وحبايبك لما ربنا يكرمهم ويروحوا السعودية، يعرفوا ايه المحلات اللي ممكن يروحوها. يعني في محلات تبقى سهلة إنه يروحوها، في التخفيضات، في محلات بتبقى في تخفيضات، في اللي هي بلازا دي. دي كله بيبقى موجود في ايه في العزازية. وفي برضو محلات في شرايع، وفي محلات في شرايع. برضو بسمع ان في محلات او سوق بيقولوا عليها اسمها الهزاز. برضو يمكن ان شاء الله اروح لكم برضو اوريها لكم. انا من هنا جبت الطقم اللي هو اللي من حج، هو جميل وروعة بصراحة جدا، وقطن ومكوي وحلو وفي كل المقاسات. يعني هتلاقي لما بيحطوا الموديل بيحطوا الموديل الواحد وراه مقاساته، سمول ولارج واكس لارج واتنين اكس لارج وتلاتة اكس لارج، بتبقى فيه كل ايه الأحجام. بصراحة جميلة جدا وحلوة. وهتلاقي أهل السعودية بيساعدوكي وبيقفوا جنبك البنات وانت بتشتري. لو انت عايزة حاجة وما لقيتهاش، هو البنت بتجيبها لك أو الشخص اللي موجود على قسم المبيعات بيجيبها لك. معلش لو هو التصوير كان باستعجال ولا أي حاجة، بس زي ما تقول والله العظيم أنا كان دراعي مكسور ومتجبس، فكنت شغالة إيه غصب عني في التصوير. هتيجي قسم اللي قلت لكم الشرابات، وفي الشرابات اللي هي اللي عامله زي الايه اللي فيها زي زمان، اللي هي اللي هو الشراب بالكلوت بتاعه، شراب كلوت يعني طويل كده. ودي قسم الطرح، دي كمان قسم الطرح جميلة. بس أنا لاحظت عليها برضو إن أنا لو قارنتها بين مصر، هي مصر والله العظيم فيها حاجات حلوة، بس الأثمان بالنسبة لنا إحنا إيه أرخص شوية. زي ما قلت لكم فرق العملة، فرق إيه العملة. دي البندانات برضو هنا، دي قسم البندانات.
في طبعا قسم الخمارات، اللي هي بعد برضو الخمار هنا زمان كان ب8 ريال، احنا لقيناه هنا في القسم هنا ب13 ريال، فكان غالي جدا بصراحة. دي عربية بتاخديها وبتحطي فيها الحاجات اللي انت اشتريتيها يعني، بدل ما تشيلي على يدك بتسحبي العربية وتحطي الحاجة اللي انت عايزاها، وبعد كده بتنزلي بيها في الأسانسير وتحاسبي تحت في الحسابات. غير ان هو بيطلع لك الجهاز الموجود على ال على الموديل، عشان هم بيحطوا لها جهاز زي عندنا احنا في السعودية. شايفة البلوزات الحلوة دي؟ يلا كده اللي قاعدة تساعد الأبلة نوعات صار 7 سيستم، وتكتب وتضع لايك. يا ريت كده كده تضع لايك حلو، يا ريت تضعي لايك كده جميل، وتعملي اشتراك وتكتبي تعليق كده مشجع ليه. ايه رأيكم؟ يا رب حاجة النبي، يا رب كل اللي بيتمنى حاجة يديها له ربنا، اللي يديله إن شاء الله الخلفة الصالحة، اللي يديله الزوج الصالح، اللي يديله إن شاء الله نجاح إن شاء الله، واللي يجعله من الساجدين الراكعين الخاشعين يا رب حاجة النبي يا رب. هاي شايفين الموديلات جميلة جدا جدا جدا. يا رب أكون عند حسن ظنكم وما أكونش تقيلة عليكم، وأكون أنا بوريكم موديلات تعجبكم، برضو المول اللي هو تحس إن هو فيه تحتاجيه، ما يبقاش صعب عليك إنك أنت تروحي لي، حتى لو أنت حبيتي إنك أنت تقولي لحد. ده مش صعب، ده في العزايزية سهل جدا جدا في العزايزية وحلو. بصراحة من هذا الموقع أنا بحب أشكر السعوديين، خدمونا كتير ووقفوا مع الحجاج كتير، فبصراحة كان أيام حلوة، أيام الحج وأيام عرفة. كفاية إن هم يقفوا يكب عليك ويبخوا مية، إن يقفوا بالمية يقفوا بالأكل. بصراحة أشكره جدا جدا كان الشرطي أو أو اللي هم الشرطة، خدمات اللي هم تبع السعودية، بصراحة قاموا بواجب معانا جدا جدا، وبصراحة ممتازين. أنا بتمنى إن أنا إن شاء الله ربنا يكرمني وأحج تاني هنا إن شاء الله، إن شاء الله. إيه رأيكم؟ دي برضو الصنادل للبنات، دي صنادل أنا وريتكم الأول صنادل للبنين، دي صنادل للبنات. ايه رأيكم؟ حاجات جميلة وحلوة جدا جدا بصراحة، روعة روعة روعة. كونكشن جميل يعني، حلو يعني. هي بصراحة بالنسبة للسعوديين الأثمان عندهم ما فيش فرق، لكن بالنسبة لنا احنا يا مصريين بتفرق معانا. قلت لكم العملة بتفرق معانا جامد يعني. أنا لما تعبت هنا وفكيت الجبس هنا في السعودية، بعد ما فكيت الجبس وجيت قالوا لي لسه عايزة تجبسي تاني، أنا الجبس بس كلفني 200 ريال. 200 ريال دي يعني بحدود 1000 وشوية، لكن عندنا احنا مش هيكلفنا حوالي 500 جنيه أو 400 جنيه، يعني معناها أقل من 50 ريال. ففرق العملة شاسع بالنسبة بصراحة. فأنا أحب أولادي يعيشوا هنا في السعودية، بس طبعا تفرق العملة، إن هو بيبقى عايش هنا، وهو لو هو معاه مراته أو أولاده عايشين في البلد عندنا في مصر، بيبقى فرق العملة بالنسبة لهم كويس بصراحة. حبيت أوريكم الأحذية كلها. شايفين برضو دي الكاوتشات برضو شكل تاني.
يا رب يكون دي بطاطين برضو كويس إن في بطاطين اهي كمان. قسم اللي هو الملايات الكبرتات البطاطين برضو اشكال حلوة واتمنى حلوة. هي الخامات هنا جميلة، الخامات هنا بصراحة روعة روعة. والله العظيم لو هتلاحظي ان انا لقيت هناك حاجات صنع في مصر، صنع في مصر، بس هي مصر بتودي ايه، بتودي الدرجة الاولى. شايفين؟ طبعا زي ما انت مكان اكنك انت بتخبزي عيش، وتحبي تدي جيرانك العيش، فبتدي له العيش ايه الانضف. فهي مصر زي كده. كل الفوط دي والله العظيم فوط صنع في مصر، لقيتها صناعة في مصر، صنع في مصر، اقطان 100% صنع في مصر. ودي برضو جيبة زي اللي هي تلبسيها او طاقية تلبسيها بعد الاستحمام. وده برضو زي خامة القطن يعني اللي هم بتاعت الفوط برضو. والله كله لقيته صنع في مصر، يا صنع هندي يا صنع في مصر يا صنع هي. بس لو حتى صنع في هند بيبقى الخامة قطن 100%، قطن مصري 100%. يعني ما فيش حد بيطلع خامات قطن 100% زي الصناعات المصرية. احنا اكتر ناس عندنا زراعة القطن واللي هي الأقطان 100%. مصر هي اللي بتصنع القطن 100%. ايه رأيكم؟ في برضو التاني قسم تاني للأحذية برضو. مطرح ما تمشي هتلاقي حاجات كتير وخامات كتير وموديلات كتير. فيا رب أكون عند حسن ظنكم، ويا ريت تعملوا لايك واشتراك وإيه لايك وإعجاب. السلام عليكم.